تيا؟ ايه. شو يا بابا يا روحي شو عم تعملي؟ كب كيك. عم تعملي كب كيك؟ ايه. بدك تطبخي معي اليوم؟ ايه. بابا شو بدك تطبخي معي؟ نودلز. بدنا نعمل نودلز؟ ايه. بدجاج ولا بلحمة؟ بالدجاج. يلا قومي البسي الوزرة وتعي معي على المطبخ. يلا. يلا بابا البسي يلا تأخرنا. يلا تيا بابا روحي خليني البس الوزرة والحقك. بابا وين صرت؟ يلا تعي بسرعة بسرعة بسرعة. يلا تيا ساعديني يلا. يلا تيا شو عم تعملي؟ عم جيب الطنجرة. يلا تعي. وهيدي الطنجرة. لكن أنا وياكم وتيا راح نحضر وصفة من المطبخ الصيني طيبة شهية رائعة. طنجرة على النار، راح نحط بالطنجرة مي لحتى نسلق النودلز. بعد ما حطينا زيت الزيتون عندي صدورة دجاج مسحبة بدون جلدة بدون عظم. وهلا بلشنا بسلق النودلز. ملفوف احمر ملفوف ابيض. بصل اخضر. فليفله خضراء. وبعد ما استوت النودلز بنجي بنحطها فوق هيدا الخليط بهيدا الشكل. يا سلام على هالريحه. قربي 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 قربي. بابا ما بدك تحط من هيدا؟ لكن بلا بدي احط هيدا زيت السمسم. بس زيت السمسم يا بابا ما حطيناه بالاول، بتعرفي ليه؟ لانه زيت السمسم اذا حطيناه بالبدايه بتحترق عندي الطبخه بتروح الطعمه كلها، فهلا بيجي بحط زيت السمسم. بابا ما بدك تحط من هيدا؟ وهيدا مبلا كمان صلصه الصويا، اكيد هو اللي بيعطي طعمه ونكهه طيبه للنودلز. وهيك بتكون استوت طبختنا. وهلا صار الوقت لنحطها بهيدا الصحن. ما حطينا ملح لان صلصه الصويا مالحه. وهيك بنكون نحن عم نزينه. وفيكم انتم تحطوا حبه البركه. ولكل اللي بحب زيت الكما كمان فيكم تجيبوا زيت الكما تنكهوه بزيت الكما. اذا عجبكم الفيديو شو بنقول لهم؟ ما تنسونا بشير ولايك وفولو. وبدي لكم انا وتيا يا اهلا مع رشة سهل.